20 سنة سجنا عقوبة تنتظر سعد المجرد إن تبتت عليه تهمة الاغتصاب. شهر أكتوبر من سنة 16 و2000. شابة في ربيعها العشرين تدعى لورا والإبلاغ عن محاولة الاغتصاب. والفاعل الفنان المغربي سعد المجرد. نهاية السهرة بين الأصدقاء. الوجهة غرفة أحد فنادق باريس، والهدف الابتعاد عن ضوضاء الملاهي. 20 من فبراير 23 و2000، وبعد مرور 7 سنوات قضية سعد المجرد تعود للواجهة من جديد. 20 من فبراير يوم بداية المحاكمة، حينها صرح المجرد أنه تعاطى الكوكايين يوم الواقعة. أتعاطى الكوكايين وأنا إنسان معرض للخطأ، هذا ما قاله سعد المجرد في أولى أيام محاكمته. لم أكن أنوي إخافتها، هكذا صرح سعد، نافيا بذلك ادعاءات لورا. في اليوم الثاني من المحاكمة انفجرت القنبلة. صراخ، خوف، هلع وثياب ممزقة. هي حالة لورا وهي تغادر غرفة سعد. حينها توسل هذا الأخير للحارس بعدم إخبار الشرطة. هذه كانت شهادة العاملين في الفندق. سعد حاول تقبيلي في الملهى وأنا رفضت. تعرضت للضرب والاغتصاب وحاولت الهروب. هكذا كانت تصريحات لورا في ثاني أيام المحاكمة، لتتأزم بذلك وضعية سعد في القضية. لنرى ما ستؤول إليه الأحداث مستقبلا.